ازاي تلم المتراكم عليك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ايه هي افضل طريقة عشان تلم المتراكم عليك، وخاصة بقى لو كنت ثانوية عامة؟ اول حاجة في طريقة الانقاذ دي هي انك هتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب المتراكم عليك كام وحدة وكام درس، وده طبعا في مادة لو معاك تراكمات كتير. وبعدين الاهم من معرفة التراكمات دي هي معرفة احنا واقفين فين في المنهج او مع المدرس اللي متابعين معاه. ما هو احنا مش هنلم المتراكم ونسيب حاجات تتراكم علينا. بص يا بطل، هتبدأ تذاكر وتدحي في الدروس اللي انت بتاخدها، ركز بتاخدها، يعني درس الحصة اللي فاتت ده يتذاكر كويس وتحل عليه، يعني تمشي مع المدرس عادي، زائد تاخد درس درسين من القديم. المهم اللي بتاخده دلوقتي يتذاكر كويس عشان تقدر تلم اكبر قدر من اللي انت راكمته عليه. ذاكرت الدروس اللي بتاخدها وربنا كرمك والتزمت ونويت النية، تبدأ بقى انك تجمع مصادر سهلة وبسيطة لمذاكرة التراكمات دي. ويا ريت المصادر دي تكون مختصرة ومفيدة في نفس الوقت، سواء بقى كانت فيديوهات ليوتيوب أو كانت ريكوردات شرح للمدرس اللي انت بتاخد عنده. وما تنساش مع مصادر الشرح تجيب مصدر للحل، سواء كتاب أو فيديوز من على اليوتيوب لشخص بيحل. وأسرع وأسهل مكان انك تذاكر من عليه طبعا هو اليوتيوب. حاجة كمان مهمة، انك تذاكر بطريقتك، بلاش تمشي بطرق مش هتنفع معاك. يعني بتذاكر بالصوت العالي، ذاكر بالصوت العالي. بالكتابة ذاكر برضو بالكتابة، ملكش دعوة بغيرك، انت بتذاكر بالطريقة دي لانها اكتر طريقة بتنفع وبتنجز معاك. الحاجات اللي مش بتثبت في مخك من اول مرة اقعد كرر فيها، كل ما تفتح المادة بص عليهم راجعهم، والله العظيم صدقني في النهاية هيثبتوا حتى لو بتنساها طول السنة. كل ما تفتح المادة دي طول السنة راجع على الحاجات اللي انت بتنساها في الاول قبل ما تذاكر اي حاجة جديدة. ولو في حاجة وقفت عليك وانت بتذاكر وخلاص مش فاهمها، روح اسمع فيديوز ليها من على اليوتيوب، كذا مصدر بقى لحد ما تثبت في دماغك وتفهمها، او اسأل مدرس المادة فيها، او ممكن تسأل صحابك. المهم تحاول ما تسيبهاش كده غير لما تفهمها. ومن اهم الحاجات اللي بتثبت معاك المذاكرة هي الحل الكتير، اختم مذاكرتك بالحل دايما عشان تتأكد انك فاهم الدرس وخلاص ثبت المعلومة في دماغك. فالحل حاجة مهمة ما ينفعش تستغنى عنها في مذاكرتك ابدا ابدا. ويا ريت تنوع في طرق مذاكرتك لكل مادة، ما بين سماع فيديوهات شرح ليها أو كتابة أو قراءة بصوت عالي، أو تشرح اللي فهمته لحد، عشان تضيف نوع من الحماس كده والحب للمذاكرة. وفي حاجة كمان يعني لازم نعملها كلنا في أي حاجة قبل ما نبدأ أي شغل أو أي مذاكرة أو أي حاجة في حياتنا، إن احنا نخلص النية لوجه الله، وكمان ندعي ربنا دايما بالتوفيق وإنه ييسر لنا كل أمورنا. واهم نصيحة في الفيديو بتاعنا النهاردة انك تبعد عن اي ملهيات تشغلك وتضيع وقتك عن المذاكرة زي التليفون كده، هو اكبر ملهي لينا صراحة يعني. فلو انت بتذاكر من على التاب مثلا او من على اي مصدر تاني، يا ريت تحط الموبايل في حتة تانية او في اوضة تانية خالص غير اللي انت بتذاكر فيها. ولو المحاضرات على الموبايل بتاعك، يا ريت تنزلها من غير نت عشان تعرف تركز في المحاضرة، والا هتبص هتلاقي نفسك سبت المحاضرة خالص ودخلت على الفيسبوك بقى والتيك توك والدنيا باظت خالص. هي بتبدأ ب10 دقايق كده وبعدين تلاقي اليوم كله ضاع على الفاضي. ولما تخلص يا سيدي ابقى امسكه عادي نص ساعة مثلا، او ابقى اقوم حتى اتمشى او اعمل اي حاجة تانية، مش شرط تليفون على فكرة. وبس كده وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وتلموا كل المتراكم عليكم. وما تنساش تكافئ نفسك بعد كل انجاز حتى لو محدش شايفه. ولو بتشوفوني لاول مرة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام يا ابطال.